ملخص حلقتنا لتجربة مطعم أبو مازن السوري للثلاث عروض اللي هم العروض الاقتصادية. بالنسبة للوجبة الاقتصادية ولا غلطة، الفراخ نفسها نظيفة جدا جدا جدا، التوابل واصلة لغاية جوه، الحجم صغير. أنا موافق جدا لأن الوجبة دي عاملة 60 جنيه يا صديقي العزيز. 60 جنيه النهاردة ما تجيبلكش فطار بصفة عامة. و 300 جرام رز بسمتي متبهر صح مع علبة تومية مع رغيف شامي. فأنا بقول لك 10 من 10، وجربها على ضمانتي أنا الشخصية، وأنا عارف أنا بقول لحضرتك إيه، لأن أنا الحاجة دي أنا مدخلها لأهل بيتي ومأكلها لأهل بيتي. بالنسبة لوجبة المزمزة والقرمشة، الفراخ البانيه البريدنج بتاعها كويس، و 300 جرام رز بسمتي متبهر صح مع علبة تومية مع رغيف شامي. فأنا بقول لك 10 من 10، وجربها. بالنسبة لوجبة المزمزة والقرمشة، الفراخ البانيه البريدنج بتاعها كويس جدا، مش شاربة زيت. الفراخ البانيه نظيفة جدا، الفراخ نفسها فراخ نساير مش معجون، والتتبيله واصله لغايه جوه، الحجم بتاعها كويس قطعتين. بالنسبه لرغيف شاورما عربي، هو جايبه لك هنا فراخ جميل جدا جدا، التتبيله واصله لغايه جوه نظيفه، الحجم بتاعها كويس جدا جدا. انت بتتكلم في 120 جنيه يا صاحبي، انت واخد قطعتين بانيه كبار، واخد رغيف شاورما، وواخد بطاطس، واخد علبه توميه، واخد علبه خيار مخلل، وشويه توست. انت بتتكلم في ايه؟ انا بقول لك والله العظيم تجربه ولا اروع. البطاطسايه مش شاربه زيت، البطاطسايه ولا هي سميكه ولا هي رفيعه، ما بين البنين. فانا صراحه بديها 10 من 10. بالنسبه لعرض الفطار اللي هو الثلاث سندوتشات، والله 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 3 سندوتشات 79 جنيه، تجربه ولا اروع. انا بحلف بالله. الحشو الكميه بتاعته كويسه جدا ومخدومه بجد. حجم الرغيف نفسه يا جماعه حلو قوي قوي قوي. لو انت راجل مزاجنجي زي حالات اخوك، هات لك علبه توميه صغيره سبايسي او عادي، بتنقل لك التجربه في حته تانية وفي حته ثالثه، ويخليه يحط لك شطه تمام في قلب الرغيف يا صديقي العزيز، بس ما يكترش قوي عشان ما يبوش. في ميزه ان هم مش مزودين التوميه في الرغيف، ودي حاجه حلوه عشان الرغيف نفسه ما يبوش. فتجربه ولا اروع. شابوه لمطعم ابو مازن السوري، وشابوه للعروض اللي انتم منزلينها. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدونا. وده كانت تجربتي بمنتهى الامانه وبمنتهى الصدق، والله على ما اكون شهيد. دي امانه يا صديقي العزيز، انا بجرب ولازم انقل لحضرتك تجربه متكامله الاركان. والله انا قبل ما اجرب، انا اهل بيتي خليتهم ينقلوا لي التجربه بتاعتهم، يقولوا لي رايهم ايه. فانا بقول لحضرتك، هم قالوا صراحه يعني الاكل ما شاء الله لا قوه الا بالله نظيف كويس. الفراخ اللي بيبقى عليها مشاكل كتير وعليها قلق، انا بقول لك لا تقلق. مطعم ابو مازن السوري، انا جايب اللي هو الفرع اللي في التجمع الخامس، كنت طالبه دليفري، كان بيتكلم مثلا معايا من 70 ل 75 دقيقه وقت. والله جالي قبل كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. الناس دي مؤدبه، الناس دي محترمه، حتى في الكول سنتر وانا بكلمهم وانا عمال كل شويه انا عايز كذا عايز كذا عايز كذا. فربنا يكرم الناس كلها وربنا يوسع في رزقهم. في حيث لو انت لسه ما انضمتش لعيلتنا الثانيه، استاذنك تنضم لعيلتنا الثانيه عن طريق عمل اشتراك وعن طريق عمل متابعه، وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل لايك وتقول لنا في الكومنتات نجرب إيه الفيديو اللي جاي. انا باخد يا جماعه بكلامكم جدا جدا، وبشوف كله والله التعليقات كلها، لان انتوا ربنا جعلكم ليا سبب. بدل ما كنت هجيب مثلا سناكس والكلام ده كله، لا، انتوا قلتوا لي اغير بقى عبد الله، جرب مطعم، ها. فبحبكم جدا 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 في الله. واوعى تنسى تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم دايما في رعايه الله وامنه وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم عبد الله فوق.